أنا الدكتورة روبا، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفيات أبولو. يعني إيه فترة الخصوبة؟ كتير من السيدات بيجوا يسألوا إمتى الوقت المناسب إني أحاول أحمل؟ عشان كده مهم إنك تفهمي دورتك الشهرية عشان تعرفي فترة الخصوبة. عادة من أول يوم في دورتك الشهرية لحد أول يوم في الدورة اللي بعدها هو طول دورتك الشهرية. ده غالبا بيكون حوالي 28 ل 30 يوم، لكن أي مدة بين 21 ل 35 يوم بتعتبر طبيعية. عادة التبويض بيحصل قبل الدورة الشهرية الجاية ب14 يوم. عمر البويضة بيكون تقريبا من 12 ل 48 ساعة، أما الحيوان المنوي فبيعيش حوالي 5 أيام، من 3 ل 5 أيام. فلو حسبنا الأيام هتلاقي إن ال5 أيام اللي قبل التبويض ويوم التبويض نفسه وكمن يوم أو يومين بعد التبويض دول أكثر وقت بيكون فيه فرصة الحمل عالية. الفترة دي بتتسمى نافذة الخصوبة. يعني في المتوسط لو دورتك الشهرية مدتها حوالي 28 يوم، يبقى من اليوم العاشر لحد اليوم ال6 أو ال7 تقريبا هي نافذة الخصوبة. فعشان كده في الفترة دي بننصح إن يكون في علاقة زوجية منظمة يوم بعد يوم على الأقل، علشان تزيد فرص الحمل. بس أوقات مدة الدورة الشهرية بتختلف من واحدة للتانية، فلو دورتك مش منتظمة ممكن تشوفي أقصر دورة عندك وأطول دورة. خدي أقصر دورة عندك واطرحي منها 18 علشان تعرفي أول يوم في نافذة الخصوبة بتاعتك، وخدي أطول دورة عندك واطرحي منها 11 علشان تعرفي آخر يوم في نافذة الخصوبة بتاعتك. وبرضه لازم تعرفي إن يوم التبويض نفسه ممكن يختلف، مش دايما بيكون بالضبط في اليوم ال1 2 أو ال1 4. فعلى الأغلب لو دورتك منتظمة أو شبه منتظمة بننصح أنك تبدأي من اليوم ال8 أو ال10 لحد اليوم ال20 تقريبا، وتحاولي يكون في علاقة زوجية يوم بعد يوم أو كل يومين علشان تزيد فرص الحمل. لكن لو دورتك مش منتظمة خالص وبتتغير كتير، ساعتها ممكن تستعيني بالدكتور علشان يتابع معك التبويض وتضبطي مواعيد العلاقة على حسب التبويض.